السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو مدحت ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من جوه الحكاية. الفترة دي لا صوت يعلو فوق صوت المونديال، وأكيد احنا مش جايين نحلل المونديال بس. زي ما المونديال مليان فنيات هو كمان مليان حكايات. حكايتنا النهاردة عن أسطورة مفيش اتنين اختلفوا على موهبته، لكن الكتير اختلفوا على تسميته. هل هو أفضل لاعب في التاريخ ولا هو من افضل لاعبي التاريخ؟ رجله الشمال لوحدها بتحكي حواديت. حكايتنا النهارده مع راقص التانجو سيد لاعبي العالم ليو ميسي، او زي ما المصريين بيحبوا يقولوا عليه سيد معزة. ويا ترى ايه حكايه سيد معزة دي كمان؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده من جوه الحكايه. بداية الحكاية يوم 24 يونيو سنة 1987، وتحديدا الساعة 6 الصبح في مدينة روزيرو في الأرجنتين، لما استقبل بيت خورخي ميسي ابنه الصغير ليو بعد ما كان عنده ولدين ماتياس ورودريجو. كبر ليو لما بقى عنده 4 سنين، ابتدى ينزل يلعب كرة في الشارع. وفي يوم من الأيام جدته اللي كانت بتحب كرة القدم جدا قررت انها تروح تشوف ماتش لفريق المدينة واللي بيلعب فيه احفادها الاتنين ماتياس ورودريجو. وما راحتش لوحدها، لا كمان خدت معاها اخوهم الصغير ليو. وهم قاعدين في المدرجات مستنيين الماتش يبدأ، فجأة الحكم قرر انه مش هيبدأ الماتش، والسبب ان الفريق اللي بيلعب فيه اخواته فيه لعيب ناقص ما جاش اصلا. ليو لما سمع ان فيه لعيب ناقص بلغ جدته انه ممكن يلعب مكانه، وجدته طلبت ده من المدرب. بص لها المدرب باستهزاء وقال لها يلعب فين يا حاجه؟ انت مش شايفه جسمه جنب الاجسام الموجوده في الملعب؟ فقالت له انت كده كده مش هتخسر حاجه، انت عندك لعيب ناقص وهو بيجري بسرعه، جربه. هنا المدرب كان في حيره وقال له خلاص يا عم انزل ورينا هتعمل ايه. وليو ابهرهم اول ما نزل، مع اول كرة بياخدها بيرقص الفريق اللي قدامه كله وبيجيب اول جون. الكل انبهر، مين البرغوث الصغير اصلا اللي مش باين من وسط اللعيبه دول اللي خد الكرة ورقص الفرقه اللي قصاده كلها وجاب جون. وليو ما ابهرهمش مره واحده بس، لا 3، وهو اللي جاب ال3 اجوان بتوع الماتش. بعدها صيته انتشر وسط المدينه لحد ما وصل لاقدم نادي في المدينه، نادي اولد بويز اللي اتعاقد مع ميسي سنة 95. ولحد ليو ما وصل 11 سنة جسمه لسه صغير وما بيطولش. ابوه وامه قرروا ان هم ياخدوه للدكتور، ولما راحوا للدكتور قال لهم انه عنده مشكلة في هرمون النمو، بس حلها انه ياخد حقنة كل شهر. الحقنة دي تكلفتها $1000، وال1000 كان رقم كبير جدا على اسرته، بس ابوه قرر انه يشتغل وقت اضافي علشان يقدر يوفر تكلفة العلاج. مع الوقت الموضوع بقى صعب عليهم جدا. هنا قرر ابوه انه يروح لاداره نادي اولد بويز يبلغهم ان هم يتحملوا تكلفه علاجه، لكن النادي رفض. لكن ابوه ما يقس وقرر انه يروح لاكبر نادي في الارجنتين ريفر بليت ويبلغهم ان هم ممكن ياخدوا ابنه ليو ويتحملوا تكلفه علاجه. اداره النادي وافقت ان هم ياخدوه، بس مع ان هم يتحملوا نص تكلفه العلاج بس. هنا ابوه شاف ان ما قداموش غير حل واحد، ان ابنه يطلع اوروبا بدل ما هو موجود في الارجنتين. وفعلا اتصل بقرايبه الموجودين في اسبانيا اللي بدورهم تواصلوا مع واحد من اهم وكلاء اللعيبه في العالم، خوسيه لاريا مانجويلا، خصوصا ان هو اللي قبل كده ودى لبرشلونه روماريو ومارادونا. وفعلا هو ما كدبش خبر وتواصل مع المسؤولين في برشلونه وتحديدا المدير الرياضي اللي بلغه ان لازم يشوف الاول. وفعلا جاب ليو ابوه واتفرج عليه في التمرين وانبهر بيه جدا، بس كان في اكتر من مشكله معطلهم ان هم يوقعوا معاه. المشكله الاولى تفاعل ليو نفسه في اوضه اللبس مع اللعيبه. ليو كان بيدخل ياخد جنب لوحده وما بيتكلمش مع حد. تاني حاجه $1000 تكلفه الحقنه الشهريه. تالت حاجه ان هو لسه سنه 13 سنه، فمعنى كده ان لازم حد من اهله يقعد معاه، فهيجيبوا ابوه يقعد معاه، وده هيكلفهم في السنة مرتب لابوه $40,000. فاكتر من عضو من مجلس ادارة برشلونة رافضين ان هم يتعاقدوا مع ليو. وصل لابوه وكيله ان خلاص موضوع برشلونة فكس وان هو مش هيلعب في برشلونة، وان هم لازم يرجعوا تاني الارجنتين يدوروا على نادي تاني في اوروبا. وفي اخر اجتماع مع المدير الرياضي لبرشلونة بلغوه بالكلام ده، اللي فاجئهم انه سحب المنديل اللي قدامه وكتب فيه عقد ميسي
وكتب فيه ان بالرغم من رفض بعض اعضاء مجلس الاداره للتعاقد ده، وبغض النظر عن اي رد فعل ليهم، هو هيوقع مع الموهبه ليو ميسي. ومن هنا بتبتدي حكايه ميسي مع كره القدم. لعب ميسي مع ناشئين برشلونه، وكعادته في اوضه اللبس انه بيدخل بياخد ركن لوحده وما بيكلمش حد. وفي يوم من الايام بيقرر المدير الفني للفريق الاول فرانك ريكارد انه يبص على تدريبات فريق الناشئين، وبتلفت نظره موهبة ميسي وبيقرر تصعيده للفريق الأول. بيفضل ميسي في الفريق الأول كعادته في فريق الناشئين إنه في أوضة اللبس قاعد منعزل، ملوش علاقة بحد وما بيكلمش حد، خصوصا إن الفريق الأول كان فيه أساطير تشافي وإنيستا وديكو ورونالدينيو وبويول. فهو أصلا مع الناشئين كان كده، محل بقى لما يطلع مع الكبار ويشوف قدامه كل الأساطير دي. بس أكتر واحد فيهم كان بيحاول يقرب منه ويحتويه هو رونالدينيو، اللي كان شايفه هيكون اهم منه واحرف منه هو شخصيا. تعدي الايام ويمشي فرانك ريكارد من تدريب برشلونة، ويجي مكانه الفيلسوف بيب جوارديولا، اللي بيقرر انه يمشي الاسطورة رونالدينيو، ويبقى اعتماده الاول وورقته الرابحة هو ليو ميسي. وفترة بيب جوارديولا مع برشلونة هي شهادة ميلاد ميسي الحقيقية، اللي خد فيها كل البطولات الممكنة. وبرضه بتعدي الايام ويمشي بيب جوارديولا، لكن بيفضل ميسي منور وبينشر سحره في العالم كله، وبيسيطر مع برشلونة على كل البطولات الممكنة لحد سنة 2021 اللي بتنتهي فيها حكاية ميسي مع برشلونة بعد ما حقق معاهم 35 بطولة. وده رقم كبير جدا ان في لعيب في العالم يحققه مع فريق واحد. وبيروح بعدها ميسي للدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان الموجود فيه لحد دلوقتي. وعلى النقيض من ده، بطولات ميسي مع منتخب الارجنتين مش كتير. هو حقق معاهم كاس العالم للناشئين، انما بالنسبة للفريق الاول ميسي ما حققش معاهم غير بطولة واحدة بس، اللي هي كوبا امريكا من 15 بطولة حققها منتخب الارجنتين. وبيفضل بالنسبة له كاس العالم حلم. الارجنتين كمان حققت بطولتين كاس عالم، كان اخرهم 86 اللي ساهم فيها بمساهمة كبيرة جدا مارادونا. واللي بيفضل المقارنة بين مارادونا وميسي ان مارادونا بينتصر فيها، لان مارادونا حقق مع الارجنتين كاس عالم، في حين ان ميسي ما حققش ولا بطولة لكاس العالم من اصل 4 بطولات لعبها. هل هيكون مونديال قطر البطولة الخامسة وغالبا الاخيرة لصاحب ال7 كور ذهبية وصاحب المساهمة في اكتر من 1000 جون في 1000 ماتش منصفة ليه؟ طب ايه علاقة ميسي بالمعزة؟ سنة 2018 وتحديدا قبل كاس العالم كان في حوار مع ميسي علشان يقول توقعاته لمونديال روسيا. بعد الحديث ده طلع صور لميسي متصور مع معزة، الصورة اللي اذهلت الكل وما بقوش عارفين ايه المقصود من الكلام ده. لكن بتحل اللغز ده كله جريدة موندو ديبورتيفو الاسبانية، اللي طلعت قالت ان وجود معزة تحديدا مع ميسي لان اسم المعزة جوت، وده اختصار لجملة بتقول greatest of all time، يعني ميسي هو الافضل دائما. يا ترى في المونديال ده هتخضع اخر فريسة لملك الغابة في عالم كرة القدم في رقصته الخامسة والاخيرة مع المونديال؟ الايام الجاية هتقول لنا ده، ويا ترى انتوا رايكم ايه؟